والكوره وقفت عند موضوع كهرباء وعقوبه كهرباء ونادي الزمالك هيلعب ولا مش هيلعب، وقرفتونا بده الموضوع. هو في ايه يا جماعه اللي حصل؟ في ايه؟ موضوع كهرباء ده اخذ اكتر من حجمه بكتير قوي قوي قوي، وكأن ملايكه بجناحها هي اللي مرفرفه على الساحه الرياضيه اليومين دول، وعمالين يتكلموا على موضوع كهرباء ومفيش عندهم حاجه يقولوها ولا يعملوها غير موضوع كهرباء وعقوبه كهرباء، والاهلي هينسحب، لا الزمالك هينسحب، ومرتضى منصور رئيس نادي الزمالك اللي المفروض يقعد في البيت لا طالع ببيانات، والدنيا متلخبطه ما عدناش عارفين اي حاجه عن اي حاجه، واحنا في بلد مؤسسات بلد كبيره زي مصر مش قادرين يقعدوا رئيس معزول في البيت قاعد يطلع ياخد قرارات، واحنا هنلعب واحنا مش هنلعب واحنا هنروح المطار ونرجع من المطار، وكهرباء لازم يتوقف وكهرباء. وبصراحه هم اللي مقفورين قوي موضوع كهرباء ده، والاهلاويه فرحانه بكده. انا كاهلاوي ممزوج قوي من ان كهرباء حرقكم قوي للدرجه دي. ايه يعني كهرباء يلعب؟ ايه يعني كهرباء ما يلعبش؟ ايه اللي حرقكم؟ يعني في ايه يعني في ايه؟ ما هو كده كده هيتوقف. اتوقف قبل السوبر او بعد السوبر هيتوقف. هو اللاعب غلط؟ غلط. احنا ضد التصرف اللي هو عمله، لان في ناس قاعده ورا الشاشات. المفروض ان انت لاعب في النادي الاهلي، انا ضد اللي هو عمله جمله وتفصيلا. هو فعلا حطه صح بالطريقه بتاعتكم اللي انتوا عاملينها دي كده، حطه صح، لان اثر قوي ووجع قوي وتعب قوي. والزمالك مفيش عنده حاجه يقولها في اعلامه غير عقوبه كهرباء والمثل والمبادئ اللي عند النادي الاهلي، واحنا ما اعرفش حصل لنا ايه، واحنا مع ايه يا عم؟ ايه يا عم؟ اهدى على نفسك شويه يا عم. ايه يا عم يا سيدي؟ عرفتنا يا عم، هتلعب ولا مش هتلعب؟ انت كده كده هتتغلب، سواء رحت الاهلي هياخد السوبر ان شاء الله، ما رحتش الاهلي هياخد السوبر ان شاء الله. ما انتش عايز تروح، مع الف سلامه، يجي غيرك يتغلب. ما هو اللي جاي هيتغلب سواء انت او غيرك باذن الله. انت مش عايز تيجي وخايف من الفضيحه؟ ما تجيش، ما تعملش بقى موضوع كهرباء بقى تلكيكه وتقول احنا مش هنروح عشان المثل والقيم. لا، انت مش هتروح عشان خايف من الهزيمه ما تكونش تقيله، او علقه الكوره ما تكونش جامده ونفضل نحفل، لان احنا من فتره ما حفلناش عليك. وانت قفاك دلوقتي طالب التحفيل يا كبير، قفاك طالب التحفيل. فما تجيش بقى تتحجج بموضوع كهرباء تقول لك انا مش هروح السوبر. امال احنا هنغلب مين؟ لما انت مش هتروح تلعب الاهلي في الامارات في كاس السوبر، امال احنا هنغلب مين؟ هنغلب بيراميدز. ما احنا لسه غالبين، وعايزينك انت. بقالنا فتره ما غلبناكش، بقالنا فتره ما حفلناش عليك. نحفل عليك شويه بقى، نحفل عليك بقى شويه بقى. خلي عندك دم يا اخي، سايبنا كده من غير تحفيل عليك. ولا انت المفروض ان انت تكون اتعودت، المفروض ان انت تكون الوقت اللي طالب الحقنه. انت المفروض اللي تكون طالب الحقنه وتجري على الامارات عشان تعمل كده. عايز السرنجه ده بقى ادمان عندك. هزيمه النادي الاهلي دي يعني انت يعني الهزيمه من النادي الاهلي ده عندك بقت ادمان. تموت انت ونحفل عليك، تموت. بتفرح قوي، وخصوصا فطوطه بيفرح قوي 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 لما الاهلي يغلب الزمالك. بيفرح قوي بالتحفيل ويطلع يشرب عصير. يطلع يشرب عصير مره اخضر ومره احمر، ومره يقول لك القضيه ممكن، وسايل برنجان على الناس. يعني ده بجد سايل برنجان على العالم. والله العظيم انا بضحك من قلبي. كهرباء، عقوبه كهرباء، الزمالك مش هيروح الامارات. ما ان شاء الله عنك ما رحت يا عم. يا عم قرفتنا يا سيدي، ما تروحش يا عم الامارات. يجي قفا غيرك يتغلب ويروح، وهم اصلا سنين السكاكين ومستنيين. ايه الو، يلا يا بيراميدز، يلا يا بيراميدز، من غير تاشيرات يا كبير اطلع تلعب يوم الجمعه في الميعاد. امال ايه يا عم؟ ده شركه كبيره هي اللي ماسكه الماتش. ومرتضى بعت للناس في الامارات، الاتحاد الاماراتي، بيقول احنا عايزين نلاعب بطل الدوري الاماراتي بصفتنا احنا بطل الدوري المصري. عايزين نلاعب بطل الدوري الاماراتي ويبقى كاس سوبر اماراتي مصري. والناس قاعده تضحك عليك، الناس قاعده تضحك عليك لان انت بتكلمهم بصفتك ايه؟ هو انت عامل دوره رمضانيه ورايح بالحاره دي هتلاعب الحاره دي؟ انا بجد مشفق على الزملكاويه من هذا الرئيس المعزول اللي خلاص عارفين لما يبقى واحد بيضبش، واحد من كتر الخبطه ما جت على دماغه وجعته قوي فبيضبش. ضبش وهم يضحكوا واحنا كمان بنضحك وزيطين، واحنا ورانا حاجه غير الضحك. ده احنا هنزعل قوي 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 من انك تسيب الرياضه. يا اخي عليا النعمه، انا هزعل لو انت مشيت من نادي الزمالك. انا كذا اهلاوي هزعل من لو انت مشيت من نادي الزمالك، بس انت خلاص اتعزلت. انت خلاص اتعزلت. الناس ازاي البلد مش قادره تعالج في البيت وعمال تاخد قرارات واجتماعات مجلس اداره، واذا كان مجلس الاداره اللي انت بتجتمع بيه ده اصلا قدامه 60 يوم بالظبط ويقعد في البيت هو كمان.
ما عملش انتخابات ومجلس اداره جديد، هيقعد في البيت كده وتيجي لجنه مشكله وزير الشباب والرياضه هو اللي هيحطها بالاسم، يعينها لحد ما نعمل جمعيه عموميه جديده وتجيب رئيس منتخب وتجيب اعضاء جداد منتخبين. فكله طالع يزيد. والكابتن ميدو طبعا، يعني الكابتن ميدو طالع كاتب على صفحته الشخصيه كلام يعني بجد انا مش عارف هو قاله ازاي، كتبه ازاي. لاعب كبير المفروض يكون قدوه واخلاق وخلق ومثل وحاجات كبيره كده، ما اناش عارف اجمع واقولها. كاتب ان النادي الزمالك لو لعب كاس السوبر يبقى نادي ابن، يعني انا مش عارف اقول الكلمه ابن كذا وشتيمه. انت يا كابتن ميدو انت هل انت شخصيتك كده يعني ما يقولهاش الحورتجيه، اللفظ اللي قاله الحورتجيه والناس اللي هي مع احترامي لكل الطبقات، انما الكلام اللي هو كاتبه على السوشيال ميديا، وازاي كلمه زي دي تعدي على الاعلام وعلى اللي ماسكين الاعلام ويقول لك كهربا حطه صح ولا ما حطوش صح؟ يا عم كهربا ما يحطه ولا ما يحطوش، انت زعلان ليه يا سيدي؟ زعلان ليه يا بيه؟ الراجل غلط هيتعاقب، انت بقى مكبر الموضوع ليه بقى ومحسس الدنيا كلها ان كهربا ده حرقك قوي. هو فعلا هو اللي باين ان كهربا حرقك قوي، وكل ما انت بتتحرق قوي طول ما الراجل بيتألق وبيحط جوان وبيحط اهداف وكانك بتدفعه دفعه معنويه كبيره جدا جدا، وبتساعد على ان النادي الاهلي يدخل في الموضوع ويدفع له الغرامه بكلامك ده، وانت ما انت متغاظ واحنا عايزينك متغاظ. وبقى مطلب جماهيري دلوقتي ان الاهلي ما يدفعش فلوس وكهربا يفضل يكيد في الزمالك ويلعب كده من غير عقوبات ولا فلوس ولا حاجه، ومش دافع ايه وهيلعب وكده. الاهلي النادي بتاع الدوله. يا عم، والاهلي بيتجامل والاهلي بياخد حق مش حقه. عاجبك ولا مش عاجبك؟ عايز تنسحب من الدوري انسحب، هنطلع نادي تاني مكانك. هي الدنيا مش هتقف عليك. وبقى انت مفكر ايه يا كبير؟ عايز تسافر الامارات تلعب هتلعب غصب عنك، ما انتش هتلعب هيجي فرقه تانية هتلعب في النهائي وتاخد هي الفلوس وتاخد هي كل الحاجات دي، سواء اتغلبت هو كان ولا اتغلبت، هي كده كده هتتغلب اي فرقه تانية، بيراميدز، فيوتشر، اي نيله. بس انت طبعا خايف تروح عشان الارقام ما تتغيرش. يعني طبعا انت خدت 1-0 وخدت 2-0 وخدت 3-0 وخدت 4 وخدت 5 وخدت 6، فانت خايف من الرقم السابع. رقم 7 هيبقى رقم زياده، وانت خايف من التحفيل، وخايف طبعا فرق مستوى كبير جدا بين لاعيبه النادي الاهلي ولاعيبه نادي الزمالك المحدوده جدا جدا في امكانياتها. فانت خايف تروح قول انا مش قد الاهلي وخلاص. انا اقول انا مش قد الاهلي، او اقول لك ابعت الاشبال عشان لما تتغلب يبقى انت شكلك حلو، انت بعت الاشبال تلعب. ما تقوليش بقى كهربا وعقوبه كهربا، انت مالك انت دخلك ايه في الحوار؟ انت دخلك ايه في الحوار؟ النادي الاهلي مع رابطه لجنه الانضباط، انت دورك ايه في الموضوع ده؟ دورك ايه في الموضوع ده؟ هو كهربا شتم النادي الزمالك؟ هو بيقول كهربا حطه صح، يعني انت مالك انت بقى؟ انا عايز افهم انت مالك ومال الحوار ده كله، سواء كهربا توقف او ما توقفش. يعني هو لو كهربا ما لعبش مش هيجي كهربا تاني مكانه؟ مش هيجي لاعب تاني مكانه؟ مش هيجي محمد شريف المخيف اللي بيديك على قفاك على طول؟ ما هو كهربا هيروح هيتوقف هيجي محمد شريف، انما انت مش عايز، انت حجتك مش كده، والمصحف ما انت عايز تروح عشان كده يا عم. انت ما انتش عايز تروح عشان خايف من العلقه. اوعى تكون مفكر ان احنا مش فاهمين، لا ده احنا فاهمين كويس قوي وعارفينك بتفكر ازاي. فاكر يوم ما الاتوبيس دخل يجيب معرفش ايه ويلف من على الكوبري، والكوبري كان زحمه والحكايه والروايه والاعيب شيحه والحورتجيه اللي انت عمال تعملها على جماهير الاهلي والاهلاويه؟ فاكر الرعب اللي انت كنت فيه وتقول لك انا مش هلعب الماتش، انا مش عارف ايه، وانت كنت خايف لان هتيجي تداس على وشك، فما تصدرليش بقى الملاك ابو جناحه والملاك البريء وان العقوبه ولازم تتطبق واللاعب اخطا. ده انتوا كلكم عيوب، ده انتوا بتطلعوا تشتموا بعض بافظع الالفاظ. هو الراجل قال ايه؟ قال كهربا عقده صح او كهربا حطه صح، ايه الفرق يعني عقده من حطه؟ اقول لك ايه بس يا عم، ما تبقاش اقول لك حطه صح يا عم يبقى البس بامبرز بس، وبعدين اللي على راسه بطحه بقى يحسس عليها، صح كده؟ اللي على راسه بطحه يحسس عليها. واشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد، ولحد ما اشوفكم اتمنى يا رب تكونوا بالف خير وصحه وسعاده، وفي النهايه شكرا لكم والسلام عليكم.